أوامرك. انا عايزه حقي، نفذت اللي طلبته وعايزه حقي فلوسي. طب يعني انت كده حطيتي نفسك في موقف صعب، انت لو اتمسكتي هتبقى جنايه. جناية ليه يا اخويا؟ هو كان خطف بالاكراه؟ يا بختك الاسود يا مها. تسمعي الكلام. انا اصلا واقعه في عرضك. تخرجي من هنا وتروحي على شقة أكرم. اروح فين؟ هتصفي كل حاجة. يعني ايه؟ يعني الموضوع ده انتهى خلاص؟ انا عايزه اعرف بقى انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ جنان؟ هو انت لسه شفتي جنان؟ ده انا هوريكي الجنان اللي على اصله. لما تدخلي على اسيادك بعد كده تستأذني الاول، فاهمه ولا لا؟ معقولة مننا الكفار وعملنا حفلة نار. ما سمعتهاش؟ تدني وانحطاط في الذوق العام، انا ما بسمحش الترهات دي. أنا عارفة إني كنت قاسية عليكي، بس لو كنت شفتي قلقي عليكي والوقت اللي اتأخر كنت عذرتيني. ما تقوليش كده، فهماني؟ ما تقوليش كده، ولا دي ما ماتش. تعال لما تتفضل معانا. حط امك. لا لا لا، بلاش امك وابوك والحاجات دي. انت ترضى اقول لك امك ولا ابوك ولا اختك ولا اخوك؟ بص، عايز تشتم اشتمني انا مسامح. انت مش فاكرني يا؟ لا انا ما اعرفكش. انا هعرف ازاي اوديكي في 60 داهيه. يعني إيه الكلام ده؟ عايز أفهم. يا فندم السحب تم بطريقه متتاليه. حضرتك احنا عارفين ان مدام فريده هي المسؤوله عن الاداره بتاع الشركه. يعني إيه؟ وأنا مت ولا إيه؟ مين اللي قال من حقها تسحب المبالغ دي كلها من غير ما أعرف؟ هوديكوا في داهية. هوديكوا في داهية. غريمين. غريمين؟ غريمين؟ ها؟ مين؟ دي الدنيا طلعت وحشه قوي يا عم ابو ضيف. اللي الواحد بيشوفه يا عم ابو ضيف يخلي الدنيا تسود في عينيه. الدنيا حلوة وتتحب والواحد لازم يعيش. لما نصفوا اللي ما بيننا وكل واحد ياخد حاجه تبقى مرات عمي صح واشيلك على راسي من فوق، لكن طول ما ولدك هربان عيني مش مرتاح. ارتاح. ولدي مات، ولدي اتقتل. انا هعرف ازاي اخد حقي من حباب عينيكم. يا عبيطه، كل ده عشان خاطر مصلحتك. ايوه بس انت مش محامي. بس بفهم في القانون. طب ما هو في ناس كتير قوي بتفهم في القانون. لا مش زي المهر. انت مين اللي وراه؟ ايه اللي جابك هنا؟ عايزه ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ وهو انا ليا مكان غير هنا؟ على فكره انا ما رضيتش اكلمك لحسن تكون زعلان مني لسه، او تكون العقربه اللي جنبك بتقويك عليا. انا ممكن اعمل زيك واقول لك انك مالكيش مكان هنا ولازم تروحي. اروح؟ واروح بقى اروح فين؟ بقول لك ايه، انت عارف كويس قوي ان انا ماليش مكان غير هنا وما ينفعش اروح الحاره، صح ولا لا؟ وانت وعدتني ان انت هتقف جنبي. وفريده دي خد بالك منها، دي لو طالت تحط السم لنفسها هتعمل كده، هتاخد منك اللي هي عايزاه وهترميك زي ما عملت فيا بالظبط. مالكيش دعوه بفريده، انا عشان طيب وقلبي حنين هشوف لك مكان تاني تعيشي فيه. مكان تاني؟ انا خاف ما اعرفش اعيش لوحدي، وبصراحه بقى اتعودت على العيشه معاك. طيب انا ولا فريده؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه، عايزه افضل هنا جنبك وقاعده على قلبك. فريده مش هتعرف مكاني ولا هتعرف ان انا قاعده عندك كمان. طيب قومي بقى غيري هدومك عشان هشوف لك مكان تاني تعيشي فيه، لانه مش هينفع نقعد مع بعض تاني؟ بقول لك ايه، انا مش هقول لك لا على حاجه، وتحت امرك من ايدك دي لايدك دي. اتفقنا؟ اتفقنا. مش انا قلت لك ان انت عسل؟ والنبي عسل. بيشتغل في مكتب لكتابة الرسائل العلمية، عايش مع أمه
ومفيش اي حاجه مهمه في حياته غير القضيه اللي يلبسها دي. انا مش فاهمه ازاي بابا واثق فيه قوي كده. صحيح، الاستاذ جلال اتصل وقال انه ركب الطياره وهيبقى هنا الساعه 11 بالليل. تمام، انا هبعت عربيه تجيبه. تحب اروح انا؟ ولا اقول لك انا ممكن اجيبه بنفسي. طيب بعد اذنك. اتفضل. يا بابا. يا بابا، بس انا مش فاهمه انت ليه بتعمل كده؟ واثق فيه قوي كده ليه يعني؟ مش عارفه. انا مش مستريحه له بصراحه، وحاسه ان في حاجه ورا الموضوع ده. طب خلاص، اللي تؤمر بيه. حاضر يا بابا. ماشي، باي. لما نشوف موضوع جلال ده كمان. المشكلة مش في علاقاته بس، دي ما كانتش كمان في الدرة زي كل الناس. هو ممكن ناس كتير قوي تغلط، بس ما يبقاش مش فارق معاها قوي كده. ده كان ممكن يعمل اي حاجة في الشارع، في النادي، في الشركة، حتى في بيتنا، وهي كانت بتشوف كل ده وتسكت. والسبب؟ عشان كانت بتحبه، كانت مغمضة عينيها عن أي حاجة هو بيعملها. حتى أنا لما كنت بتكلم معاها بقول لها انتي ايه اللي مخليكي مستحملها؟ تلاقي له مليون عذر، تقولي ما هو كل الرجالة بتعمل كده. عارف يا دكتور، لو كلامها فعلا صح يبقى يلعن ابو الحب على ابو الرجاله اللي تعمل كده. ويا ترى ده سبب الجاب ما بينك وما بين جوزك؟ هتخرج لي الواد امتى؟ انا مش قادر على بعضه اكتر من كده. ان شاء الله هيخرج، ما تقلقيش. انا هعمل معارضه وباذن الله هيخرج. انا قلبي مش مطمن. لا ان شاء الله خير. عملت ايه في حكايه البت مها؟ والله يا حاجه موضوع البت مها ده عايز تفكير وتمحيص. اصل انا حتى لو رفعت قضيه طاعه مش هينفع نجيبها يعني، فهتصرف يعني. تمحيص ايه وزفت ايه؟ ايه اللي هيفش غليلي؟ ان شاء الله هفش غليلي. يعني انت هنا بقى عشان جهاز اختك. طبعا انا اخ اكبر، وواجبي ان انا اجوز اختي الصغيره.
طب ما انت كان ممكن تجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا لو كنت بتدي دروس خصوصيه. لا مش انا اللي اعمل كده يا ماهر، وعمري في حياتي ما عملت كده. انا صاحب رساله يا ماهر، انا معلم. عارف يعني ايه معنى كلمه معلم؟ ايوه معلم بيدي دروس خصوصيه، ولا دي حاجه غلط؟ على فكره انا ما قلتش ان كل المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصيه غلط، ولا قلت ان كلهم صح. بالعكس انا شايف ان المدرس ده لازم يحسن دخله، وده واجبه اصلا، لان المعلم ده قدوه يا ماهر. ما ينفعش الطالب يشوف الاستاذ بتاعه وهو لابس هدوم قديمه وجزمه مقطعه كده زي حالاتي. طب وانت ما عملتش كده ليه؟ لاني لما بشوف اولياء الامور قلبي بيضعف، يصعبوا عليا قوي يا ماهر. بلاقي كل اب فيهم مودي ابن المدرسه وهو لابس احسن لبس ومعاه احسن اكل في الدنيا، واي حاجه المدرسه بتطلبها بيجري يجيبها على طول من غير اي تفكير. ومش مهم هو، لانه عايز يشوف ابنه احسن واحد في الدنيا. اقول لك على حاجه، مره كان في اب كان عنده مرض خطير جدا. تصور الراجل ده ما كانش بيجيب الدواء لنفسه عشان يعلم ابنه، فيصعب عليك فتديله الحصه ببلاش، صح؟ ودي حاجه وحشه؟ لا حاجه حلوه، خليتك شرفت في السجن اهو. بس انا مش زعلان يا سيدي، والله العظيم انا زعلان. انا كان كل اللي يهمني يا ماهر ان انا اجوز اختي الصغيره، والحمد لله ربنا قدرني وعملت كده. عارف انا جوزتها جوازه ما حصلتش. ايه جوزتها الناظر؟ ناظر؟ لا يا سيدي ما جوزتهاش الناظر، جوزتها شاب كويس قوي، مهندس كان زميلها في الجامعه، وهم دلوقتي بره ربنا يكرمهم يا رب. الولد ده مهندس شاطر قوي، وهي كمان، هما الاثنين اشطر من بعض. ما شاء الله، الف مبروك ليهم الجواز ومبروك ليك السجن. الله يبارك فيك يا سيدي. انا اول ما عرفت ان انا هتسجن اتسلمت نفسي بنفسي، بعت قلت لهم انا رايح اعمل عمره ويمكن اقعد شهر كده ولا حاجه عند واحد صاحبي هناك. وبعد شويه قلت لهم انا لقيت شغل وهتاخر عليكم شويه، ما تستنونيش. تتكلم بجد؟ اه طبعا بجد. انت كنت عايز اختي الصغيره تعرف ان اخوها داخل السجن بسببها؟ انت عايز البنت تتقهر يا ماهر. طب ايه رايك بقى ان انا هخرجك من هنا؟ ومين قال لك ان انا عايز اخرج من هنا؟ انا مش عايز اخرج، انا قد المسؤوليه. انا امام القانون مذنب ولازم اخد عقابي بالكامل. عمري في حياتي ما هربت من المسؤوليه يا ماهر. خليك في المسؤوليه. طيب تسمح لي استاذنك؟ هي تروح؟ قلت لك ان انا مش عايز اروح. انا دماغي لفت ومحتاج انام شويه. وحشتيني قوي. جلال قلت لك 100 مره ما بحبش الطريقه دي بجد. ايه يا كارمن بس انا مبسوط على فكره. يعني انا غلطانه جيت جبتك بنفسي؟ كنت المفروض ابعت حد من عندي وخلاص. مش غلطان، بس كنت هبقى متضايق قوي على فكره. ها اشرح لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. اعتقد ان هم قلقانين. قلقانين من ايه؟ مش فاهم. بقول لك ايه، ما نتكلم بكره احسن. لا ما انا مش هينفع استنى لبكره، انا رايحه لبابا بكره وهيبقى عايز اعرف كل حاجه بالتفاصيل. بصراحه كده هم مش واثقين فينا بعد لما انكل اتمسك اكتر من مره وحاسين ان هو بقى مفضوح. مفضوح؟ يعني من الاخر كده العين بقت عليه، هم مش واثقين في التعامل معاه تاني. قلقانين على ايه؟ يعني على فلوسهم؟ جايز، هو ده اللي فهمته منهم. بقول لك ايه، يعني في شغل جاي منهم ولا ما فيش؟ عشان ابقى عارفه برضو. بصراحه كارمن الكلام ما كانش واضح، بس كل اللي فهمته منهم ان هم هيتكلموا مع انكل بشكل شخصي. صباح الخير.
صباح الفل. ما تقلقيش، ورقتك هتوصلك. يا رب يسمع منك يا اكرم، يا رب. ده انا بستنى اليوم ده. بقول لك ايه، انا عايزه منك طلب. خير؟ كنت عايزاك تدور لي على شغل، انا مش اخده على القعده كده خالص. شغل؟ ماشي، خليني افكر في الموضوع ده، عشان انتي خلاص دخلتي حريم اكرم العربي، تخصيني. طيب كنت عايزه اطلب منك طلب كمان، اتفضلي. بس خايفه تتضايق. لا لا ابدا. عايزه اخد حقي من فريده، وبصراحه بقى انا لو ما عملتش كده هموت او هيجرى لي حاجه. شيلي الموضوع ده من دماغي خالص. ياه، هو انت للدرجه دي بتخاف منها؟ انا ما بخافش. بص يا اكرم، انا عارفه ان انت بينك وبينها مصالح كتير ومش هينفع تخسرها، بس انا مش طالبه حاجه اكتر من حقي. بصي يا مها، انت اللي غلطانه. كان المفروض تفكري كويس قبل ما تتصرفي كده. على العموم انا هحل المشكله دي. فريده طيبه يعني، هتنسى بسرعه. هي بس اتضايقت من الاتيتيود بتاعك. ما تقلقيش، حبستك. اختمرتش، ما عايزهاش سويت ولا عويل. السويت والعويل هيعذبوا الميت في نومته. ادعوا له، ادعوا له ربنا يرحمه ويصبر قلبي ويصبرني لغايه ما انتقم له واجيب له حقه واريحه في نومته. ورهان شد حيلك يا حاجة مجيد، وطار مهران اني اللي هجيبه. احنا هندفنه وما فيش عزا، ما فيش عزا غير لما ننتقم له ونجيب له حقه من اللي عمله فيك ده. انا لازم ولدي يرتاح في نومته، لازم يرتاح في نومته يا غارم، لازم يرتاح، لازم يرتاح. حبيبي يا باشا، وحشنا والله. معلش هتقل عليك كده في حاجه، كنت محتاج خدمه صغيره كده. مفيش، في عيل كده مرمي في السجن، كنت عايز اقدمه. ابدا، حته عيل نجس كده شايف نفسه حاجه، بيضايق بنت معرفه. مش اللي في دماغك والله يا باشا، دي بنت غلبانه كده معرفه من بعيد. كل اللي محتاجه ان هو يطلقها. يرضيك يعني هو يبقى مرمي في السجن وهي مش عارفه تشوف حالها؟ هي بنات الناس بقت لعبه يا باشا. حبيبي، عم العالم كله، ربنا يخليك لينا. هقول لك اسمه وهو في سجن ايه. الف شكر يا باشا، سلام. ما تقولي لي يا بنتي ايه اللي في دماغك؟ ما انت مش هتصدقني يا بابا. لا اصدقك. جلال بيلعب. انت بتقولي ايه؟ دلوقتي هو مين اللي يعرف انت اشتريت فيلا جديده وبتخزن فيها الحاجه؟ انا وجلال. يبقى انا اللي بلغت يا جلال اللي بلغ. انت بتقولي ايه يا كارمن؟ انت ناسيه ان جلال ده يبقى ابن اخويا؟ بابا جلال طموحه كبيره قوي، مش راضي بحاله، عايز يبقى اكبر واكبر طول الوقت. يا شيخه انت اللي مش بلعاه. يا بابا انا بعرف كويس قوي افرق بين الامور الشخصيه وامور الشغل. ده انا عارفه كويس قوي. في حاجه تانية عايزه تقوليها؟ انا هسافر. اوعي تعملي كده. يا بابا انا كان لازم اعمل السفريه دي من الاول، مش جلال. احنا وثقنا فيه وطلع غلط. دلوقتي انا لازم اروح اصلح الدنيا. خلاص اللي انت شايفاه صح اعمليه. لا شكلك مش عاجبني خالص النهارده يا ماهر. يعني في ايه، فكها بقى. الدنيا دي كلها على بعضها ولا تساوي حاجه. لا تساوي يا حكيم، وتساوي كتير قوي كمان، والا ما كانش ربنا خلقها. ولو ما تساويش ما كنتش انا بقيت هنا. اوعى تفتكر ان انا عشان بلطف الجو بحاول اهزر، يعني ان انا مش هاممني، ان من جوه سليم. بالعكس انا مكسور واتكسرت اول ما شفت مهران قدامي. لا ما تجلدش ذاتك كده يا ريس. يعني انت ليه بتحمل نفسك فوق طاقتها؟ انت مالكش ذنب في اي حاجه. لا انا السبب، انا السبب في موت مهران ويتم ابنه وشحططة مراته. انا
هروح الحمام واجي. هو ده؟ هو ده. طب زقت. تحت امرك. تعالوا ورايا. خليك انت، خليك مبسوط باللي انت فيه. اهلا. اهلا. كلمتين ما لهمش تالت. ايه؟ البت مراتك. مالها؟ تطلقها. لا. يبقى انت اللي هتجيبه لنفسك. اسمع. ايه؟ هتروح للمأمور تقول له ان انت اللي عايز تطلقها، يا اما هتجني على روحك. طيب ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. هطلقها. بنت الكلب يا ما عملت فيها كده؟ ماشي. انا ما اتاخرتش عليك يا نادي. يا اخويا حاسه اني تعباك، بتقل عليك. لا 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 اوعي تقولي كده يا ناديه. انت مش عارفه غلاوتكم عندي قد ايه. وبعدين انا بعتبر ماهر ده زي ابني، زي ما هو ابنك بالظبط. ما هو ده برضك العشم يا ابو ضيف. طب يلا بقى عشان ما نتاخرش، بس انا خايف عليكي. الجدع اللي مرمي في المستشفى ده ممكن يطلع له اهل ولا حد ونروح في سين وجيم. يا اخويا لا سين ولا جيم، هو حد يعرف طريقه غيرنا؟ وبعد كده اللي معاه ربنا ما يقعش ابدا. ونعم بالله، بس خلي بالك الدكتور هيطلب المحضر. ما تقلقش. طب يلا اتصرف. يلا يا توك توك. اول ما فاق سأل على واحد اسمه ماهر. وقال لك ايه كمان يا دكتور؟ سأل على التاريخ وكان عايز يخرج، بس هو حالته متأخرة جدا وما ينفعش يخرج دلوقتي. يا وليه استني استني، خدي بايدي. مين اللي ماشي في الطرقه؟ مين؟ حضرتك بتسأل عن حد هنا؟ ها ايوه يا حلوه بسأل. بس انت شايفه نظري ضعيف وما بشوفش وبحسس. انا اسف يا بنتي. الستات دول حاجه عجيبه، مش قادره افهمهم لحد دلوقتي. تخيلي كانت معايا وفص ملح وداد ما لقتهاش. تخيلي بقى لو انا عملت كده، والله كانت قلبت عليا الدنيا. انت جاي هنا لمين يا حاج؟ لا ده موضوع يطول شرح، ولازم نقعد بقى في الكافيتيريا نشرب كوبايتين شاي واحكي لك على الموضوع من طاقه. لي سلام عليكم. على فكره انا عمري ما برتاح لحد بالسرعه دي. طب خد بالك بقى لو مراتك تطب علينا. مراتي ايه؟ انا مش متجوز. انت فاهمه غلط. ده ست انا جاي معاها كده مساعده يعني صدقه يعني. انت اسمك ايه؟ انت بتعاكسني بقى. طب خد بالك عشان هي جايه علينا هنا. عكسك ايه؟ انت زي بنتي. انت خفت كده ليه؟ انا ما اخافش، عمري ما اخاف من اي حد ابدا. بس انت عارفه الستات في السن ده بيبقوا عصبيين. انت عايز تروح فين يا حاج؟ كان في اوضه دخلها دكتور، الاوضه دي بقى انا عاوز ادخلها. طب تعالى اوديك ليه. انت طيبه صحيح، ملائكه الرحمه صدق اللي قال. الحمد لله على السلامة يا ابني، انت كويس؟ انا لازم اخرج، لازم. بالراحة على نفسك بس، انا هعملك كل اللي انت عايزه. محكمة بكرة وانا لازم اروح احضر واقول على كل حاجة واقول على اللي عارفه كله. هتروح يا حبيبي، وانا لما عرفت انك فقت شيعت للمحامي اهو برضك يبقى معانا ينورنا يقول لنا نعمل ايه. لا صعب يخرج طبعا، في خطر على حياته. لا يا دكتور انا كويس، انا كويس. لازم اخرج يا دكتور، صدقني ما ينفعش. انت حالتك متأخرة جدا، ما ينفعش يخرج. يا دكتور لازم يخرج، ده فيها حقيقة وموت. يا جماعة انا مش هينفع اعمل كده، دي مسؤولية عليا. بعد اذنكم. انا ماهر فاكره وعيل اللي انا بقوله. يا ناديه يا ناديه يا وليه. عايز ايه؟ ايه اللي جابك؟ الله، هو صوتك ماله كده؟ كتكنيلة هي ناقصة. ناقصه ايه؟ تعالي بس ما اقول لك. ايه رايك فين يا وليه؟ ماهر عامل ايه؟ انا مش هسيبه ولا هسيب اللي ظلمني وظلمه. ما تقلقش يا ابني، ربنا هيبقى معاك ومعاه برضه. انت اهلك فين؟ انا يتيم، يمكن هو ده اللي خلاني ما اسكتش على الظلم.
لأني طول عمري عايش لوحدي. طول عمري بتمنى إن أقعد أتكلم أو أحكي مع حد، حتى وأنا في الجامعة. معرفتش أعمل صداقات لأني طول الوقت يا إما كنت شغال يا بذاكر. وقلت لما أتخرج يمكن الدنيا هتتغير. هتتغير وهتبقى أحسن من كده كمان. زمان كنت بقول زي ما حضرتك بتقول كده، لكن مفيش حاجة هتتغير. زمان ايه يا ابني؟ ده انت لسه ابن امبارح. أنا مش ابن امبارح، أنا كبير، كبير قوي كمان. أنت عارف أنا اللي زيي في بلاد برا بينجح ويشتغل ويفشل كم مرة ومفيش حد بيقف قدامه. أنا كنت فاكر إنك مش يائس قوي كده. أنت عارف الكل ليه بيتمنى يمشي ويسيب البلد دي؟ عشان عارف ومتأكد إن مفيش حد هيقتله طموحه ولا حد هيقف قدامه ويدمره. لا 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 يا ابني، الكلام ده مش صحيح. اللي بتعاني منه ده موجود بره ويمكن أكتر، بس إحنا بنشوف نفسنا وحشين قوي أكتر من اللزوم. طيب هو ده حلو يا عم الحاج؟ لا طبعا ما هوش حلو ولا حاجة، مش حلو. بس أنا شايف يعني إنك أقوى من اللي حصل، وشايف ماهر كمان أقوى من اللي حصل. إن شاء الله هتخرج من هنا بالسلامة وهتبقى محامي كبير ومشهور كمان. ساعتها هتعرف إن اللي حصل لك ده كانت فرصة حلوة أوي. يا نادية قولي لي هنعمل ايه؟ هو انا عارفه. دبرني يا اخوي. ادبرك ايه بس؟ ده انا زيك تمام التمام. لا، ما هو خليل ده لازم يروح المحكمه، لازم يقول اي حاجه. الناس كلها لازم تعرف ان الست دي هي اللي كانت عايزه تموت ماهر، وانها رمياه في السجن ظلم، وان هي اللي قتلت مهران الله يرحمه. لو هو ما راحش المحكمه ابني هيضيع ودم مهران هيروح حاضر. خير يا ام ماهر، مكالمتك على ايه؟ الحقني يا ابني، خليل حالته صعبه قوي يا كبد امه، ومش عارفه ازاي هيروح المحكمه. ما تقلقيش، نجيب لك المحكمه لحد هنا. ينفع؟ ينفع. يعني هنجيب النيابه كده ياخدوا اقوال ونعمل محضر ونقدم المحضر للنيابه. صحيح، الحمد لله يا ابني. يبارك لي في عمرك يا عماد. ان شاء الله خير.